ازيكم يا حبايب قلبي يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير كده على طول وفي احسن حال يا رب. هنعمل بقى مع بعض النهارده. قبل ما نعمل نصلي على النبي كتير جدا جدا. هنعمل بقى مع بعض طريقه كبده الاسكندراني بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنا معايا نص كيلو كبده اهوت، وتقريبا كده ربع كيلو كبده، ربع كيلو فلفل او اقل، تقريبا اقل يعني من ربع. وكمان معلقه توم كبيره، معلقه كزبره ناشفه، ورشة فلفل اسمر بسيطة جدا، لو مش عايزاها متحطهاش. وكمان معلقة كمون ومعلقة ملح. دي بقى التركية بقى الحلوة جدا اللي تحوش اي زفارة من الكبدة واي سموم. هنا مية بتغلي، عصرت فيها ليمونة وحط قشرة الليمونة، غسلت الليمونة كويس على فكرة. وبرضك شوية خل كده، ربع كوباية خل. هي كده المية بتغلي اهيت، هقوم بقى نازلة بالكبدة. ان الكبدة مش هتستوي وانا مش هقطع معاكم المقطع ده خالص، ولا هقص ولا مسرعة ولا اي حاجة. الفترة اللي انتوا شايفينها ديت هي الكبدة فضلت على النار فيها، مش هتستوي خالص. يا دوبك بس بتغير لونها وبتنزل كل السموم اللي فيها وزفارة بقى اي حاجة. في ناس بقى بيعملوا كده، بيعملوا بالطريقة ديت او بينقعوا الكبدة في لبن بتحوش برضو السموم اللي فيها والزفارة. بس طبعا ايه، مفيش حد دلوقتي هينقع في لبن، لبن اصلا غالي. اكيد مش هنجيب لبن يعني نحط في قلبه الكبدة. طريقة سهلة وبسيطة خالص يعني، مش تاخد منك اي وقت. انا كده كنت طفيت على الكبده على فكره، ما خدتش وقت حاجه خالص على النار. الطاسه بقى اللي عندي هنا سخنه، احط معلقتين زيت. بس هما مش معلقتين قوي يعني، أنا مقفره في كلمه معلقتين دي. انا كترت، مش حاطه معلقتين قوي يعني. انزل بقى بمعلقه التوم، اتاكد بس ان الطاسه سخنه. الكبده ديت ما خدتش 10 دقايق وكانت اتعملت. اشوح بقى الثوم، تفضل ايديك كده فيه ما تشيلهاش، لا عشان بس ايه ما يتحرقش، او في واحده تكون غمقت قوي وفي واحده لا كده. تكون ايدك فيه كده عشان كله يبقى نفس اللون. واللي بقى رايكم في التصوير ده؟ انا صارفه ومكلفه، مش واخدين بالكم ولا ايه؟ ولا رايكم في التصوير كده؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده هوت بقى هنزل بالكزبره. الروايح بقى ابتدت تبان. انا كانت اختي بره وجت بتقول لي انا شامه الريحه من وانا بره. فانا بقى انبسطت جدا. ايوه، كلنا كده. اي حد بيعمل اكله وتعجب، لو عجبت حد او كده او حد شكر فيها نبقى بقى منشكحين من فرحه. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم كلكم. يا ريت بقى كل اللي بيشوف الفيديو يشترك معايا في القناه، ويحط لي لايك كده ويكتب لي كومنت حلو منكم. وبشكر كل الناس اللي بيشجعوني وبيقولوا لي صوري، وبحبكم كلكم والله، وربنا يصلح حالكم كلكم. ما فصلتش اي حاجه من دي، بس تقريبا فصلت كده لحظه، اللي هو كان التليفون بيرن رديت وخلاص. كده كان التليفون بيرن وبكنسل وبرضه بيرن تاني. ماشي يا يوسف. يا سيدي بقى على الروايح دي. على فكرة الفلفل، الكبدة الاسكندراني بيبقى الفلفل بتاعها مش هتشط، بس انا وولادي انا وجوزي مش بنحب الشطة خالص. فحطيت فلفل بارد. انا بقى كنت فصلت ورجعت.
الفلفل مش هخليه يعني يستوي واللي هو يتهري والكلام ده. انا عايزاه بس اللي هو يدبل حاجة بسيطة. آه يعني عايزاه يبقى واضح، ما يبقاش مستوي قوي. تقدري بقى تعمليها بقى في عيش اللي هو البلدي اللي بالردة الصغير ده، او سندوتشات فينو. يا خطير يا جماعة بصراحة. بحب الطريقة دي جدا. معلقة الملح دي كانت صغيرة، استنى بقى اشوف الحركة دي، انا اتكسفت. احراج. الملح ما كانش راضي ينزل. زودت كمان شوية ملح لانها اما دقتها ما كانتش يعني عايزة شوية، كانت عايزة شوية ملح كمان. تقريبا كده خدت 5 دقايق، بعد ما حطيت الفلفل خدت 5 دقايق بس كنت طفيت عليها. كده بقى بعد ما خلصت، اتمنى كلكم تجربوها، وكلكم تشتركوا في القناة بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبحبكم قوي يا حبايب قلب، اسيبكم في رعاية الله. باي باي.